انت كصاحب مطعم او كافيه في اسكندريه اكيد عارف دلوقتي الخناقه عنيفه ازاي على السوشيال ميديا ما بين المنافسين وبعضها، فانا اقول لك على شويه حاجات سهله ممكن لو انت عملتها تكسب مكان اكبر ليك وسط المنافسين دول على السوشيال ميديا. اول حاجه ركز على ان انت تجوع الناس مش على ان انت تقدم لهم اقل سعر. اتنين، لازم تستوعب ان 90% من الفلوس بتاعتك بتروح اول ما الناس بتشوف الصوره بتاعت الاعلان. لو الصوره ما تشدش او ما فيهاش اي حاجه ليها علاقه بالمطعم او بالاكل في حد ذاته والصوره ما تجوعش، خلاص كده يعني كان ممكن تشتري حمام والطياره احسن ما تشتري اعلانات على فيسبوك. فلازم تركز ان الصوره او الفيديو دول هم الحاجه اللي هتوقفني وتخليني اتفرج واقرا الاعلان، اشوف لو انت عامل عرض او لو انت بتقدم منتج جديد او لو عندك دليفري دلوقتي مثلا وانا جعان الاعلان ظهر لي في نص الليل فاطلب منك عشان شكل السندوتش حلو قوي. رقم ثلاثة، الميزانيه مهمه. لو انت الميزانيه بتاعتك صغيره ما تحاولش ان انت تعمل اعلانات على فيسبوك في الوقت الحالي، لان في شغل المطاعم بالذات التكلفه بتاعت الاعلانات بتبقى اعلى. ففكر في الطرق اللي انت ممكن تزود بيها المبيعات بتاعتك من غير ما تكلف تكلفه كبيره الاول، ولما تبقى جاهز بميزانيه محترمه تبدا ان انت تحط في اعلانات فيسبوك. اربعه، لازم يكون عندك حد كل الوظيفه بتاعته ان هو يتفاعل مع الناس اللي بتتفاعل مع صفحتك، سواء كان حد بيسال سؤال او حد بيعلق تعليق. عامه يفضل ان الحد ده يكون لطيف ودمه خفيف علشان يبدا ان هو يبني علاقات مع العملاء على المدى البعيد.